السلام عليكم ورحمة الله. معانا درس جديد النهاردة وهو ازاي افصل خدمة على مشتركين البرود باند من غير ما يكون عندي مجلة ومن غير ما احولهم على موقع خارجي. كل اللي انا هعمله ان انا هحوله على صفحة قطع الخدمة اللي موجودة عندي، صفحة الهوت سبوت العادية. تعالوا نشوف الشرح هيمشي ازاي والخطوات هتبقى ايه. وعموما الشرح بسيط جدا ورولاته مفيش 3 خطوات ونكون مخلصين ان شاء الله. تعالوا معايا نشوف الشرح. اول حاجة، انا فتحت الميكروتك بتاعي اهو. اول حاجة هروح على الاي بي بول هضيف رينج ايبيهات، عشان ده اللي يكون مثلا ايبيهات القطع الخدمة، هنسميه مثلا نيم كات. هنسمي الاسم بتاع البولة كات. والادرس بول هناخدها مثلا، انا هختار مثلا رينج 5.5.5.1 على 5.5.5.254. ده الرينج اللي انا اخترته، وسميت البولة باسم كات. نشوف بقى بعد كده. انا خلاص عملت البولة. اول حاجة انا اروح اعمل بولة وسميتها باسم كات وخدت لها الرينج 5.5.5 ل254. بعد كده هروح على اي بي فايرول. هروح اعمل اضافه في الفايرول فلتر. في الفلتر هعمل اضافه واخليها فورورد، والسورس ادرس بتاعي الرينج اللي انا عامله ايا كان. انا عامل الرينج بتاعي 3 خمسات 5.5.5.200 عشان اخد الرينج كامل. بعد كده هقول له الاكشن بتاعي خليه دروب. كده خلاص، هو مش هيسحب نت. اي حد هيسحب اللي هتحطه في الفصل مش هيسحب نت. طب دلوقتي انا فصلت النت عنه، طيب انا عايز احوله بقى لصفحة قطع الخدمة اللي انا بقول عليها. طيب بعد كده هنروح بقى عشان نحوله على صفحة قطع الخدمة. هروح على النت، باجي على النت اعمل اضافة، خليها ديستنت على السورس ادرس اللي هو برضو الرينج اللي انا مختاره 5.5.0 على 24. البروتوكول TCP. الديستنيشن بورت هنخليه 80.443. بعد كده هقول له الاكشن بتاعي خليه ريدايركت، اعمل لي تحويل على البورت بتاع الويب بروكسي بتاع الميكروتك، على الويب بروكسي بتاع الميكروتك اللي هو اي بي ويب بروكسي. ده انا بعمل ريدايركت على الويب على البورت بتاع البروكسي بتاع الميكروتك. انا هنا سايبه على الافتراضي 80 تمام. انت ايا كان بقى البورت اللي انت عامله. كده خلاص انا ضفتها في النات. رحت عملت ديستنات، وبعد كده خدت السورس ادرس بتاعي، بعد كده البروتوكول TCP، بعد كده الديستنيشن بورت 80.443. الاكشن ريدايركت على البورت بتاع الويب بروكسي. هنقول هنا اوكي، نروح على الويب بروكسي بقى عشان نفعله. فعلت الويب بروكسي اهو. انا مش عايز اصلا يكاش حاجه، انا عايزه بس مجرد التحويل. يبقى الماكس كاش سايز اقول له نون، اعمل لي بس مجرد تحويل، ما تعمليش اي كاش لاي حاجه. بعد كده هقول له ابلاي. بعد كده اقول له اكسس، ندخل على اكسس نعمل اضافة، وناخد برضو السورس بتاعنا 5.5.5.0 على 24. كده انا خدت برضو البول اللي انا عاملها. بعد كده بقول له اكشن ديناي ريدايركت على الجيت واي بتاع الهوت سبوت بتاعي. انا الجيت واي بتاع الهوت سبوت بتاعي 3.9.1 طيب فين صفحة فصل الخدمة؟ سلاش. هقول له صفحة خاص الخدمة هنا عندي في الهوت سبوت بتاعتي اسمها اندد اهي. اسمها اندد ايا كان بقى اسمها عندك. انا باخدها كوبي كده، كوبي بيست هنا. تمام كده. انا دلوقتي عملت الرينج ده هيتحول على صفحة قطع الخدمة عندي. طيب كده تمام. اوكي. بعد كده هروح على تريبل بي واقول له البروفايل بتاعي اعمل لي بروفايل باسم اند او فصل ايا كان اللي انت عايزه، واحط هنا الجيت واي اللوكال ادرس. بحط الجيت واي بتاع الهوت سبوت بتاعي اللي هو 3.1 عندي، ايا كان بقى الجيت واي اللي عندك انت اللي انت شغال بيه. الريموت ادرس اللي هو الرينج اللي انا عامله كات. اوكي. بعد كده هروح اضيف يوزر وليكن مثلا اند على خدمة البرود باند. الديفولت البروفايل بتاعي هناخده على الاند، البروفايل اللي احنا عاملينه اند. تعالوا كده نجرب. ده البرود باند بتاعي كونكت اليوزر اند اللي انا لسه عامله دلوقتي. هقول له كونكت، هفتح صفحة نت.
تمام كده، حولني على الصفحة بتاع قطع الخدمة اهي، زي ما انتوا شايفين اهو. نعتذر، تم قطع الخدمة لعدم سداد الاشتراك. تاني اهو، هفتح اي صفحة نت، هقفل هنا، هفتح اي متصفح تاني، اقول له هات لي الصفحة الرئيسية. خلاص، حولني برضو عليها تاني اهو، نكتب جوجل دوت كوم. خلاص كده اتقفل عندي الخدمة دلوقتي خالص. بس وكده تمام، شرح بسيط ومفيش اي حاجة صعبة.